السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا كلكم مزيان وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. ومرحبا بكاع الناس الجداد اللي دخلوا معنا في القناه، مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم جوله في ليدل اللي جابوا فيها منتوجات رائعه، منتوجات اللي كتستحق انكم تشريوها. انا كنصح كاع البنات يمشيو ليدل هاد السيمانه هذه وياخذوا هاد الهميزات اللي جايبين. وفي بدايه الفيديو، عفوا ماشي في نهايه الفيديو، في بدايه الفيديو غنشارك معكم هاد الطورطه هذه اللي كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف بزاف، خفيفه وهشيشه. كيف ما كتشوفوا بيضه وحده، مكوناتها بسيطه وكتجي زوينه بزاف بزاف. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم. كنحتاجوا الحبه نتاع البيض مع نص كاس نتاع سكر سنيده. دائما كنقول لكم الكاس اللي كتعبروا به خدموا به، ما كاين حتى شي مشكل. الا كنتو كتعبروا بكاسه الشاي ولا كاسه العنبه ولا كاس بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو اللي عندكم. حبه البيض خذوا كاس، خذوا منه نص ديال سكر سنيده، نفس الكاس خذوا منه نص نتاع الزيت النباتيه. وغتحتاجوا الكاس ديال الماء، من الاحسن يكون دافي ما يكونش بارد، من الاحسن يكون الماء دافي شي شويه، كيخلي الكيكه ديالكم تطلع معكم مزيانه وتطلع هشيشه بزاف. غادي نضيف كما شفتوا معايا معلقه، تقريبا معلقه كبيره نتاع الخل. هذا الفيديو ما درتش فيه الصراحه بزاف د المونتاج، خدمت معكم مباشره، ما بقيتش عاد كنوجد المعلقه د الخل بوحدها وكلشي لانني كنت زربانه وبغيت نشاركها معكم لانها اقتصاديه. كيف ما كتشوفوا مكوناتها بسيطه وكتجي زوينه بزاف. قلت ما نضيعش الفرصه واخا ما عنديش الوقت، غادي نصور الفيديو. درت معلقه الخل ودرت رشه الملحه، ضروري رشه الملحه. وإلا بغيتوا ان شاء الله نخلي لكم كاع المكونات في صندوق الوصف. كاس نتاع الماء دافي، كتجي زوينه بزاف كما شفتوا، ما فيها لا دانون لا حليب حتى شي حاجه، المكونات بسيطه وكتجي زوينه بزاف وكتجي كبيره ماشي صغيره. البنات راكم شفتوا معايا في بدايه الفيديو كيفاش دايره، راها كتجي تتحمق. غادي نخدم المكونات كما كتشوفوا مع بعضياتهم، الفيديو راه واضح. وغادي نبدا نضيف الدقيق ما نقدرش نعطيكم العبار بالضبط، دائما وجدوا حداكم الدقيق وبداو تضيفوا بشويه. انا هنا احتاجيت كاس ديال الدقيق هو الاول درتو مع خماره ديال الحلوى فيها 15 غرام، يعني جوج اكياس نتاع الخميره اللي كتكون عندنا في المغرب. وغادي ندير جوج معالق نتاع الكاكاو المر، هذا هو اللي خديت من ليدل، هذا من بين الهميزات اللي جايبين هذا الاسبوع هذا في ليدل، ناقصين له في الثمن وفيه 250 غرام، كيدي مده والنوعيه ديالو زوينه. نتوما كما كتشوفوا جوج معالق كبار ما عامرينش بزاف، غتشوفوا كيفاش جابوا الكيكه زوينه، يعني كيخليها يجي فيها داك اللون مغلوق ديال الشكلاط. غادي ندخل هكا هاد المكونات هكا مع الخليط مزيان حتى ما يبقاش يبان الدقيق، ما يكونش محبب. الا كان عندكم الوقت من الاحسن غربلوه، انا ما كانش عندي الوقت، كنت زربانه الصراحه فما غربلت حتى شي حاجه. واخا هكاك الدقيق ما كانش محبب بزاف اولا الخميره ولا الكاكاو كانوا مزيانين، طلعت معايا الكيكه زوينه. هنا زدت الكاس الثاني ديال الدقيق، هنا راني عمرت الكاس ما عامرش مزيان وزدت تقريبا شويه باش يكون كاس عامر. انتم شفتوا معايا انا هنا خديت جوج كيسان نيشان ديال الدقيق بنفس الكاس اللي بديت به العبار الزيت والسكر سنيده وكل شيء، ولكن نتوما حطوا حداكم الدقيق وبداو تضيفوا بشويه حتى تشوفوا شحال غادي تحتاجوا. كتجي على هذا الشكل، كتجي هكا ثقيله ولكن ما تخافوش راها هكا خصها تكون. انا كنحاول ناكد عليكم كيفاش القوام ديالها كيكون، راها كتكون هكا ثقيله، ما تخافوش راها كتجي هشيشه وكتجي تتحمق. غادي نحتاجوا الحبيبات نتاع الشوكولاته، هاد الحبيبات الشوكولاته من بين الهميزات اللي حاطين هاد الاسبوع هذا في ليدل، جايبين داكشي تيحمق اللي خاص بالحلويات والتزيين الحلويات كلشي داكشي زوين. غادي نشارك معكم في التالي الفيديو الجوله ديال ليدل، صورت لكم فيها غير اهم الحاجات اللي بالنسبه ليا مهمين وغادي يفيدوكم صورتهم. زدت هكا حبيبات نتاع الشوكولاته اللي كيبقاو اختياريين، تقدروا ما تضيفوهمش. انا منين كانوا عندي متواجدين فزدت شويه هكا باش ملي كطيب الطورطه كيجيو دوك حبيبات الشوكولاته لداخل دايبين فيها وكيجيو زوينين. خديت واحد المول هكا اللي كيدخل الفران، درت غير في هذا المول هذا ديال الزاج، دهنته بالزبده، درت فيه واحد الرشه خفيفه ديال الدقيق، تقدروا ما ترشوش ما غاديش تلصق. اذا كان المول ديال الزاج وكنتو داهنينه بالزبده ما غاديش تلصق. وها نتوما شوفوا الخليط كيفاش تيكون، راه تيبان بحال اللي ثقيل ولكن ما تخافوش راه كيجي تيحمق. بالخصوص هاد الطورطه هذه بالضبط، هاد الكيكه هذه بالضبط خص الخليط يجي هكا، يجي شويه ثقيل، راه ما كتجيش ناشفه لاننا من بعد غادي نسقيوها.
كنوزعو هكا مزيان وغادي ندخلها للفران. فران عافيه مهيله، ما كنكونش مسخناه من قبل. غادي ندخلو دابا، غنحط المول ديالي وعاد غادي نشعل الفران على 180 درجه. دارت معايا بالضبط 35 دقيقه، كانت طايبه غير العافيه غير من التحت. كما كتعرفوا كما كنطيبوا جميع انواع الكيك، الا شفتوها طابت من التحت كان عندكم الفران كيطيب زربه من التحت، ديك الساعه غتحتاجوا توليو تشعلوا عليها من الفوق غير تحمر شي شويه. وبالنسبه للطبقه اللي غادي نسقيو بها الكيك وكتجي تزيين الطورطه ديالنا من الفوق، هنايا عندي كاس كبير نتاع الحليب، معلقه نتاع النشا، معلقه كبيره د الكاكاو المر، كيس نتاع سكر الفاني وجوج معالق كبار نتاع سنيده. كنخلطوهم مزيان هكا مع بعضياتهم وكنديروهم على النار وكنبداو نستمروا في التحريك حتى كنحصلوا على واحد الكريمه على هذا الشكل هذا. تقدروا تضيفوا لها في التالي واحد المعلقه صغيره د الزبده او لا بلاش، اللي بغيتو. معلقه صغيره د الزبده كتخليها تجي زوينه اكثر وبنينه. الكيك من بعد ما خرجته من الفران كيجي زوين بزاف. شوفوا كيفاش تنفخ وجا زوين وخفيف. سمحوا لي ما شاركتش معكم هاد الطبقه هذه من الاول، ما صورتهاش من الاول، الفيديو ما لقيتوش، كان عند بالي راني كنصور، لقيت راسي ما صورت حتى شي حاجه، فخليت لكم هكا المكونات مكتوبين هنايا في الجنب. وراه الطريقه واضحه وسهله، تقدروا تسقيوها باللي بغيتو، تقدروا تحتفظوا بها غير هكا، دهنوها بشي مربى او لا عسل من الفوق ولا اللي كانوا ترشوا عليها الكوك. طريقه التزيين كتبقى لكم اختياريه. انا درتها على هذا الشكل. هاد الطبقه هذه اللي زدت من الفوق كتخليها تجي فتيه اكثر، ملي كندخلوها للثلاجه وكتبرد كتشرب منها شويه وكتجي الطورطه فتيه هشيشه، وكتجي ديك الطبقه من الفوق كريميه نتاع الشوكولات، كتجي تتحمق. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، سهله بزاف. بغيت نشاركها معكم لانها سهله وناجحه 100%. هنايا الطريقه نتاع التزيين كتبقى اختياريه. انا كما كتشوفوا قطعتها هكايا على قطع صغيره وزينتها بشويه نتاع المكسرات. التزيين كيبقى لكم اختياري، تقدروا تزينوا باللي بغيتوا ولا تحتفظوا بها غير هكا. المهم التزيين دائما اختياري، كتجي هشيشه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. غادي نقطع معكم طرف باش تشوفوها كيفاش كتبان هشيشه. غير من الفيديو غتلاحظوا غتشوفوا بانها كتبان هشيشه بزاف، جات بنينه صراحه، جات تتحمق. هذه تقريبا يومين باش درتها وعاد حطيت الفيديو هذا النهار. الوليدات كلاوها ودابا كيطلبوني نولي نصايب وحده اخرى بحالها لانها فعلا جات زوينه بزاف بزاف. كما كتشوفوا كتبان هشيشه هكا، جات كتحمق، جات مقطنه وجات لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. المكونات ديالها اقتصاديه وسهله بزاف في التحضير. غادي نمشي معكم دابا الجوله ديالنا في ليدل. كما قلت لكم الهميزات اللي حاطين هذا الاسبوع هذا راه تيحمقوا. هذا الاسبوع حاطين كاع داكشي اللي كيتعلق بالحلويات باش كنزينوا الحلويات، العجينات، السكر، بزاف د الحوايج اللي غادي نشاركهم معكم. والاثمنه ديالها مناسبه. غادي حاولت نصور لكم اي حاجه بانت لي ضروريه ومهمه راني صورتها لكم. غادي نبدا معكم بهادو بحال اللي خدمت بها الطورطه ديالي في بدايه الفيديو. داك الحبيبات نتاع الشكلاط اللي زدت في الطورطه هما هادو، حاطينهم الثمن ديالهم 0.79 سنتيم، رخاصين الصراحه بزاف. الكاليتي ديال هاد الشكلاط زوينه. هذه هي اللي خدمت بها معكم. حاطين جوج ديال الاشكال، هذه والعلبه الاخرى اللي فيها البيض والازرق. الثمن ديالهم كما قلت 0.79 سنتيم. تزينوا بهم الكاب كيك، طورطات، كوكيز، اللي بغيتو. كاينين هادو عاوتاني اللي كنزينوا بهم حتى هما بزاف، كنحتاجوهم بزاف بحال هكا في المناسبات، في اعياد الميلاد، في الايام العاديه نزينوا بهم الطورطات او لي كيك او الكاب كيك كما قلت اي حاجه. الثمن ديالهم حتى هما مناسب. الاثمنه كاملين غادي نخليهم لكم هنايا في الفيديو. كتشوفوا كاين بزاف نتاع الاشكال. كتجي هاد القرعه هكا على هاد الشكل، فيها كنظن 4 أو 5 نتاع الاشكال مختلفه من هادو اللي كنزينوا بهم هكايا الحلوه ديالنا. كتشوفوا
زوينين بزاف. الثمن ديالهم 2.79 €. راه كيدوزو مده ما تحقروهمش. راه القرعه ماشي صغيره، راه القرعه كبيره وكدوز الصراحه، كدوز مده. انا راني عندي من العام اللي فات فاش كانوا حطوهم بحال هكا، في العام اللي فات كنت خديت منهم مازالين عندي. كاينه هذه اللي كنرشوا بها هكايا ليمول بلا ما تحتاجي دهنيهم. الا بغيتي كنتي ما باغاش عاد تقيد دهني اللاطه ديالك. وهذا كاين هذا اللي كيتباع على هذا الشكل، كنرشوا به ليمول قبل ما نديرو فيهم الكاطو او الكيك او اللي كان. كاينين حتى هادو اللي كنزينوا بهم الكاطو، ها نتوما كما كتشوفوا حتى هما كاينين على جوج ديال الاشكال. كاين هذا الشكل هذا وكاين شكل واحد اخر، كلهم زوينين والاثمنه كما قلت مناسبه. دائما كتجي واحد الفتره هكا في ليدل اللي كيحطوا فيها هذا الشيء وتيكون رخيص. كاين هذا الشكل هذا. كاينين هاد بحال هكا بحال الفواكه الجافه، بحال اللي كنستعملوهم حتى في المغرب، كيكونوا متواجدين اللي كنقطعوهم هكا قطع صغيره كيكونوا في الالوان. هما هادو اللي كنا كنزينوا بهم شي مرات الفقاس اولا شي حاجه. فكاينين حتى هما تزينوا بهم اللي بغيتو تضيفوهم في اللي بغيتو، في لي كيك، في لي كاب كيك، في الفقاس، كلشي. ها هما كتشوفوا هنايا كيبان هاد الشكل بحال ديال الفقاس ديالنا في المغرب. وتا هما الثمن ديالهم رخيص، كنظن دايرين اورو. جايبين هاد الاسبوع حتى هكا العود نتاع الفاني. هنا دايرين جوج نتاع العواد نتاع الفاني، حتى هما الصراحه راهم رخاصين زوينين بزاف. هكايا تاخدوه، راه تقدروا ديروه مثلا، تاخدوا واحد العود الفاني تحلوه وديروه في كيلو نتاع سنيده، فكترجع عندكم داك الكيلو د سنيده كيرجع عندكم كله بالنسبه نتاع الفاني. كتبقاو تستعملوه في الحلوه ديالكم، في دوازاتاي، في كل شيء. هذه فكره انا قلتها لكم. وكاينه هكايا العجينه نتاع السكر، فجايبينها بزاف نتاع اللون. اللي باغاها تاخدها دابا، راها ما كتبقاش، راه كيطيروا بها الناس ما كيخليوهاش. اغلبيه كيبقى غير داك اللون المارون وشويه. شي مرات كتلقاو شي لون اخر، اما الالوان بحال هكا الغوز، الخضر، الازرق ما كيبقاوش، كيطيروا بهم. فاللي محتاجاها واخا ما تكونيش محتاجاها دابا، غير خديها وخبعيها، ما كطرى لها حتى شي حاجه، كتبقى عندك حتى كتوقفي عليها كتلقايها. هنا لقيت حاطين في بلاصه اخرى حتى شكل واحد اخر من هادو اللي كنزينوا بهم هكايا الحلوه ديالنا وكل شيء. هانتوما كتشوفوا كاين بزاف نتاع الالوان، كاين اللي في الازرق والابيض، الخضر، الغوز، الاحمر، كاين بزاف. هذا هو الكاكاو المر اللي استعملته حتى في الطورطه معكم في الاول، زوين بزاف ورخيص. حاولت نصور لكم كل شيء، الحاجه اللي بانت ليا مهمه صورتها لكم. ما الصراحه ما صورتش كل شيء لان داك الشيء حاطينه كتير وكل شيء زوين. كنتمنى ان شاء الله اللي كيهمها الامر ضرب دورة هكا في ليدل وتشوف شنو جابوا. وكيف ما ديما كنشكركم على المتابعه الفيديو الاخير، وخليت لكم الراحه الى فيديو مقبل ان شاء الله.